يا هلا والله بالشباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وحلقه جديده. هذه الحلقه راح نروح لحد الدكاتره محافظه بابل، راح يعطيكم نصائح هوايه يقدرون عنده على الاسنان. شاهدوا الفيديو بس لا تنسونا بالله كل اشتراك بالقناه وتفعيل الجرس، الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. مشاهد حط لايك. شنو السالفه عمي؟ حط لايك. هذا ما حط لايك. شنو ضجتوا؟ تعالوا انا هسه شهري من عندك تلتزم بالتعليمات، تعليماتك كالآتي: تفرج 3 مرات أسنانك بعد الأكل، ورا الريوق، ورا الغداء، ورا العشاء. باليوم 3 مرات. اليوم 3 مرات تفرج أسنانك. الحين التركة. نعم. تمام؟ هو تركة. صحة وسلامة إن شاء الله. يلا شباب، نحن أنا إذا عجبتكم تكونوا مشاركة ولايك وإعجاب. يلا شباب، هنا وتنتهي حلقتنا ان شاء الله عجبتكم. واذا عجبتكم تكونوا لايك وإعجاب ومشاركة للفيديو. قرب ثاني عندي ما أعشق بديلك، بكاني ذايب تفتهم الله وكيلك. يا إذا ما شالتك بالروح أشيلك، مرات من عند الهزم حتى أجيلك. يومين ساعات من شفتك هنيالي ما فرقتك، صار القلب قسمتك ونصيبك انت. يمك ابين ضعفي ساعتي لا ما تكفي، ما اقدر اني اخفي حبي ولهفته. لو قلب ثاني عندي ما اعشق بديله، بكاني ذايب تفتهم الله وكيل. الطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان. توجد عدة طرق لتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، وهنا سنشرح إحدى هذه الطرق وأكثرها مناسبة. أولا، وضع الفرشاة على الأسنان بزاوية 45 درجة بحيث تلامس شعيرات الفرشاة طرف اللثة والأسنان. تفريش كل سنين أو 3 أسنان معا بشكل دائري ذهابا وإيابا من جهة اللثة
إلى نهاية السن من جميع الجهات. تنظيف الأسنان الخلفية الأضراس بوضع الفرشاة بزاوية 45 درجة، أيضا ذهابا وإيابا وبحركة دائرية على جميع الأسطح الداخلية. وعند تفريش أسطح المضغ قم بالضغط على الشعيرات وتحريك الفرشاة ذهابا وإيابا عدة مرات. الحرص على تنظيف جميع أسطح الأسنان وتنظيف الجهة الداخلية من الأسنان باستخدام رأس الفرشاة بشكل طولي للأعلى والأسفل، ثم تفريش اللسان باستخدام الفرشاة الخاصة أو باستخدام فرشاة الأسنان عوضا عن ذلك. احرص على تفريش الأسنان مرتين باليوم لمدة دقيقتين. مساء الخير أعزائي المتابعين، حمود الشيخ. نصيحة اليوم اهتموا بأسنانكم من خلال التفريش. تفريش 3 مرات في اليوم، صباحا ومساء وبعد وجبة العشاء ليلا. تفريش ما ياخذ من وقتك غير دقيقة واحدة، وراح تحافظ على أسنانك بصورة عامة على طول حياتك. جزيل الشكر. شباب لهنا نهاية الفيديو، وإن شاء الله عجبكم. وإذا عجبكم شرد منكم لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.